بعتذر لكم، بس حذفت شوية أجزاء كانت فيها دوشة جامدة ومش واضحة. يا كده لو الواحد يصحى من النوم الصبح يلاقي رز الفلوس تحت الرجل ورا الباب اللي قبل ما يخش، او اللي يفيدنا في الشغل بقى تبقى واقف قدام الكلاينت وبكل عنطزه كده تقول له هو بيفكر في ايه؟ يقرا الافكار يعني. دي كانت تبقى كارثه. بقول لكم على حاجه، كنا خربنا الدنيا في الشغل. الو الو متروشكا. Hello, baby. I speak to you from the morning وانت نو انسر نو انسر. قلقتيني عليكي. Sorry, my father was at home. وايه يعني لما يكون يرفض الانتهاء؟ هو احنا ندوس رينج رونج لا سمح الله؟ He's so jealous. غلس هنغلس منه. غلس قال. طب قومي تروشكا وبكلمك افضل في شغل. باي باي يا تروشكا الفؤاد. وينص هذا العقد على استلام كونتينر من لعب الاطفال. انت شايفني ازاي معلش؟ لعب اطفال ايه؟ امسك يا حبيبي يلا عشان بس ايه ما تقدمناش كلام. سيبك بس من اللعبه هتقعد تمضي بس فيها فلوس بالاخضر. احب ده يلا باي باي يا بابا. انت بترمي الفلوس بتاعتي بكام؟ هو انا هديلك كل نصيحه مره منك ومره من اصحابك بتاع لا بقى تعالى هنا. برافو. بقول لك ايه يا ريس؟ هنعمل ايه في الشغل الجاي؟ انا بقول مرتب جديد وحلو جدا. ترضى؟ اتفضل يا عم. كلمة ايه؟ يا بنتي كلمة نرضى دي مش موجودة في قاموسي ها؟ فوقي. بس يا من فندم غير بس. قول لها حاجة يا ابني. بص يا يوسف. بص يا سيدي، كلمة نرضى دي كذبة كبيرة جدا. علشان تبقي مبسوطة لازم يبقى معاك الأخلاق. البحر بيحب زيادة وده الطبيعي. عموما استاذ مكتبك مستني تقابل مين اللي اتفاهم معاك؟ ايوه. صفقه مضمونه. زي لعبة الأطفال. سيبها من لعب الاطفال. اسمع مني مين المضمون؟ خير ولا قول لي يا مجهول. نعم. قول لي يا خلول. ايه؟ نخش في الموضوع. الموضوع هنا كويس. بص يا سيدي، انا جاي اقدم لحضرتك المشروع اللي بشرف عليه نفسي. طيب يعني اسمه ايه ولا بيعمل ايه؟ اسمه طيب ممكن تشرحي لي أكتر عنه؟ بص يا سيدي، دي نظارة الألف ار قصدي الفي ار يعني. بص يا سيدي، بتخش على جوجل ماب وتظبط الزمان والمكان. يلا سوا بقى ها؟ يلا ابدا يلا. ايه ده؟ ده فين؟ ايه اللي بيحصل يا مجد؟ في النظارات يا أستاذ خليل. هو أنا عنده. اهلا بيك. هو نفسك الصوت إيه ده؟ سمعت الصوت ده؟ أنا سمعت صوت. صوتي بداية كمان انا هنشرح. هتلاقي قدامك 3 ابواب، كل باب هيعرفك حاجه عن نفسك ولازم تخشهم كلهم عشان تمشي. نسيت أعرفك. أنا الحقيقة اللي جوه قلبك اللي أنت مش عاوز تعترف. وأنا برضه اللي هعرفك أنت مين وهديك مراية حياتك هتشوف فيها اللي أنت بتحاول توصل. زي ايه وهبل ايه وايه الجنان ده؟ هو ده المكان اللي انت أنا فكرت طبعا اللي جواك. فاكر أول مرة دماغك كانت إمتى؟ فاكر عملت إيه في اللي حواليك عشان بس توصل اللي أنت عايزه؟ ومن ساعتها دي فكرة وأنا موجودة وهفضل موجودة. أنا اللي دايما بشبع عايزة أكل وشرب عايزة فلوس. فاكر؟ ايه اللي بيتقال ده؟ بقول لك ايه؟ اكيد الكلام ده مش ليا، انا ما اعرفش مين دول. هي بتوجه لك الكلام أنت أكيد مش أنا. طيب ما انت واحد بعدها المفروض نمشي. انت خالصه ما تتكلمي. آخر باب. ماشي. مين ولا انت بتبص لنا ليه كمان كده؟ أنا اللي استنيتك كتير قوي وقلت لي هظبط أموري وأرجع لك، بس أنت ما رجعتليش وفضلت أنا صابرة ومستنياك تيجي، بس كالعادة طلعت أناني وكداب وبتترمى على كل شط شوية ونسيتني أنا تماما. طيب ادينا خلصنا ال3 ابواب اهو في المكان اللي انت جايبانا فيه. ممكن تخرجينا من هنا؟ وأخرجك منين بقى يا عم الحلو؟ انت اللي عامله النضاره دي، خرجيني من هنا. استنى هي مش في واحدة من 3 أبواب اديت لك حاجة وقالت لك حقيقتك ومش حقيقتك؟ المرايه صح؟ أيوه هي.
بلاش دي. ده ممكن اتسامح عليه، بلاش الكلام التمام ده هيكون ليه عقوبه قانونيه. انا هجاوبك على كل اسئلتك. ليه ده حصل؟ ده كان اختياراتي اختياراتي عني. كنت مخدوع كده. هسامحك؟ اكيد. وانا ليا مين اغلى منك عشان اسامحك؟ بس انا غلطت وعارف ده كويس. ما تخافش. لو قصدك على الطمع اللي جواك فانا هنضف قلبك بينه واشيل. ولو قصدك على الانانيه اللي ماليه قلبك فانا كمان هشيلك وهخليك ترجع ابيض من تاني. كل اللي انا طالبه منك انك بس تديني قلبك وانت واثق فيا، وانا هشكله زي الفخار. بص وهعمل كده وهعمل مش بس هقول. طول ما انت واثق وبتعمل انا جواك وكل حروبك انا هحلمها عنك. شفتي ده صح؟ انت معاك شفتي الفلوس والورقه والحبال. ما شفتش حاجه. اخر حاجه شفتها معاك ان كنت باصص على المرايه لقيتك بتبص بطريقه غريبه، فضلت انادي عليك ونادي عليك وما ردتش. عايزه انا محتاج اعيد ترتيب اولوياتي من اول وجديد. بص ما اظنش انك لوحدك، كلنا محتاجين نعيد ترتيب اولوياتنا من جديد. تقدر رحلتك معانا النهارده وشفت كل حاجه بمناسبه المستقبليه. القرار قرار، يا تبدا رحله جديده يا تكمل في اللي فات. سلام. مش مجرد فكره، المشروع ده رساله كبيره جدا كمان. انا هشتري منك. بص ما اظنش اني هبيعه لان لسه محتاج شغل كتير، بس اول ما اظبطه اكيد هقولك. اتفقنا بس بشرط. ايه هو الشرط؟ تاخديني شريك في الجوله التجريبيه الجايه. اكيد طبعا، بس انا لازم امشي حالا. مع السلامه. باي باي. يوسف، مارينا. ايوه يا راجل. تعالى حبيبي، تعالى. فين مارينا؟ عارف ده اتاخر انا. بقول لك يا مارينا، قولي للشركه اللي انا كنت رافض الديل بتاعها ان انا وافقت خلاص. هو اللي غير رايك استنى كده بس هقطع. انت كده شكلك هتقدر برضه صفقه الالعاب. تاني ما كفايه الالعاب بقى، خلينا ننهي الجملتين جد. تبان لنا حاجه بره بقى خلينا نكسب معايا. تعالى. اقعد على الله. ليه وافقت الديل ده؟ لاني فهمت ان مش كل حاجه جري ورا فلوس، علاقات، تظبيطات، ولكن انا كنت شويه مخدوع زي واحد صاحبي كده. بس الحقيقه مش صاحبي بس اللي كان مخدوع، كلنا هنا مخدوعين. انت مثلا انت مستنيه الكلمه الحلوه اللي تدوبي فيها، وانت مستني شغله الفلوس الجميله اللي تقدر ترمي فيها في الهواء، ومستني العلاقه اللي تلاقيها ملاك بجناحات. بس كل ده في الحقيقه وهم زي الحاجات اللي كتبتوها هنا بالظبط. كلنا هنا كتبنا شويه حاجات احنا خايفين منها. ممكن يكون في حاجات فعلا هي مشاكل، ولكن فكر بس بخوف ربنا فيها، هتلاقيها كلها اتحلت ما بقاش ليها وجود. شكرا.
احنا ننزل نشوف صفقه الالعاب دي. يلا خد صفقه الالعاب.